السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ننساش يا جماعة ندعي لإخواتنا في فلسطين ونقول لهم إن إحنا دايما فاكرينكم عمرنا ما نسيناكم. من ساعة ما بدأ مسلسل الحشاشين والناس مش فاهمة إيه القصة ولا المسلسل بيقول إيه، لكن الحق اللي فاهم قصة الحشاشين هيعرف إن المسلسل جامد وإن كريم عبد العزيز ممثل ما يختلفش عليه اتنين. تعالوا نعرف إيه القصة. دمويون دهاؤهم لا مثيل له، لا مكان للرحمة في قلوبهم، فباتوا الأخطر على وجه الأرض، يزعمون أنهم زاروا الجنة ولا يبقوا فيها، فعلوا ما لا يخطر على بال بشر. صنفهم التاريخ ضمن الفدائيين الأوائل، اسمهم خدع كل من سمع به، ولكن هدفهم لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، إنهم طائفة الحشاشين. لو سمعت كلمة الحشاشين وانت مالكش في التاريخ هتفتكر اننا بنتكلم عن اللي بيتعاطوا مخدر الحشيش، اما لو ليك في التاريخ هتعرف اننا بنتكلم عن واحدة من اشهر واخطر التنظيمات الارهابية المتخصصة في الاغتيالات على مر التاريخ. هنتكلم النهاردة عن حركة الحشاشين ونشأتها وافكارها اللي لسه عايشة معانا لغاية دلوقتي رغم انتهاء الحركة نفسها. لو دورت سريعا عن حركة الحشاشين هنلاقي إنها حركة أسسها بعض المنتمين للمذهب الشيعي الإسماعيلي النزاري. نشأت في العصور الوسطى في إيران والشام وتخصصت في اغتيال المعارضين لها، لكن تعالى ناخد طرف الخيط من أوله قبل نشأة الحركة نفسها. بعد وفاة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه التف المؤيدين له حول ابنه الحسن، وبعد وفاة الحسن بن علي التفوا حول الحسين بن علي، وبعد استشهاد الحسين في موقعة كربلاء بدأ تأييد آل البيت ياخد طابع ديني بعد ما كان تأييد سياسي فقط. أصبح فيه مذهب ديني إسلامي يحمل اسم المذهب الشيعي. الشيعة كانوا بيعتقدوا في انتقال الإمامة من الحسين بن علي لابنه علي زين العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق. وبعد وفاة جعفر الصادق سنة 765 ميلادية 148 هجرية اختلف الشيعة في انتقال الإمامة لابنه إسماعيل أو ابنه موسى الكاظم. أغلبهم كان مع إمامة موسى الكاظم وصولا للإمام الثاني عشر للشيعة الاثنى عشرية. تمسك بعضهم بإمامة إسماعيل، ومن هنا ظهر المذهب الشيعي الإسماعيلي واللي كان المذهب الرسمي للدولة الفاطمية. وحسب قانون وراثة الإمامة كانت الخلافة الفاطمية بتنتقل من الخليفة لابنه الأكبر، وفضل الوضع ده مستمر طول الدولة الفاطمية لغاية وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة 1094 ميلادية 487 هجرية، لما الوزير الأفضل ابن بدر الجمالي تدخل في عملية وراثة الخلافة وأزاح عن الخلافة الوريث الشرعي نزار اللي كان أكبر أبناء المستنصر، وعين في الخلافة أحمد أخوه الصغير الملقب بالمستعلي بالله. الوزير عمل كده لكذا سبب: سوء علاقته بنزار من ناحية، وإن نزار كان راجل كبير وفاهم وناضج، أما أحمد كان شاب صغير وكان سهل على الوزير إنه يتحكم فيه. ومن ناحية أخرى كان في علاقة مصاهرة بين أحمد والوزير الأفضل ابن بدر الجمالي. هرب نزار على اسكندرية وبدأ يجمع المناصرين لقضيته ويطالب لنفسه بالخلافة. الوزير حاصره ودخل المدينة وقبض عليه وقتله. في الوقت ده كان في راجل بيتابع الأحداث دي اسمه الحسن ابن الصباح. ده راجل من أصول يمنية، أهله كانوا على المذهب الشيعي الاثنى عشري وهاجروا لبلاد فارس اللي كان بيحكمها وقتها السلاجقة. وهناك سنة 1052 ميلادية 444 هجرية اتولد الحسن وكبر وتلقى العلوم المختلفة وأظهر نبوغ وذكاء شديدين، لدرجة أنه تم تعيينه في دواوين الوزارة في عهد السلطانين قلب أرسلان وملك شاه. وأثناء عمله في الدواوين السلجوقية اتعرف ببعض دعاة المذهب الإسماعيلي فاعتنق المذهب وبدأ يمارس الدعوة له. فلما انكشف أمره لرجال الدولة هرب على مصر وهو سنه 20 سنة، وهناك استقبلوا رجال الدعوة الفاطمية بالترحاب وعاش يدرس ويتدرب على ايديهم 9 سنين. الوزير الأفضل ابن بدر الجمالي كان مش مرتاح للحسن بن الصباح، حاسس إنه مجرد أفاق وخايف من إعجاب رجال الدولة بيه، وكان خايف منه على منصبه، فنفاه من مصر. ورجع الحسن بن الصباح للشام، ومن الشام رجع فارس وقرر إنه يبقى من دعاة الدولة الفاطمية في فارس وإقليم خراسان.
ولما وصل له اللي حصل لنزار ابن الخليفة المستنصر بالله، قرر يستغل الواقعة دي لحسابه، وقرر إنه يتبنى قضية نزار. وتعرف الحسن بن الصباح هو وأتباعه بالنزارية نسبة إلى نزار المقتول، وقال إنه بينوب عن نزار في الإمامة، وإن طاعته واجبة، وإنها من طاعة الله، وإن اللي مش مؤمنين بإمامته كفار خارجين عن الدين. فضل 3 سنين يكون من أهالي المناطق الجبلية في بلاد فارس فئة أتباع مخلصين له، لدرجة استعدادهم إنهم يقتلوا خصومه لو أمرهم بده. ده لأنه ركز في دعوته على فئات منتشر بينها السذاجة والجهل. يعني نجح إنه يكون حاجة اسمها الحاضنة، اللي هي منطقة بيكون سكانها فيهم نسبة تعاطف عالي مع تيار أو فكر معين، وبتكون معقل لأصحاب الفكر ده إنهم يعيشوا فيه ويهتموا بسكانه ويستعينوا بهم في أعمالهم. بدأ الحسن بن الصباح يبعت دعاة للمدن الفارسية المختلفة، وسيطر على بعض المعاقل الجبلية، وبدأ أولى جرائم الاغتيال في حركته بأنه اغتال مؤذن إحدى المدن الفارسية بسبب رفض دعوته. وبعدها استولى على إحدى القلاع الحصينة الجبلية واسمها ألموت، ومعناها تعليم النسر. يقال إن أحد الحكام بناها وهو بيعلم النسر بتاعه إنه يصطاد، ومن هناك يمد نفوذه على عدد من القلاع والقرى الجبلية المحيطة بها، ويعمل دولة جوه الدولة، وكان بيغتال أي حد يقف في طريقه. ومن هنا بدأت حركة الحشاشين. وأكتر ضحايا الحشاشين كانت من القادة وأصحاب الفكر، لأن الحشاشين أدركوا إنهم أخطر عليهم من القادة والجيوش، لأنهم بيكشفوا كذبهم وثغرات فكرهم الفاسد، وأصبح لازم إنهم يتخلصوا منهم. الوزير نظام الملك حب يقضي على حركة الحشاشين من الأساس، فعمل إيه؟ أنشأ في عدد من مدن العراق والفرس مجموعة من المدارس بتحمل اسم المدارس النظامية، واللي من أبرز أساتذتها الإمام أبو حامد الغزالي. وعلشان جهود الوزير نظام الملك لمحاربة فكر الحشاشين كانت موجعة عليهم، كان من الطبيعي إنهم يستهدفوه بالاغتيال. وأثناء مرور موكبه أوقفه رجل له هيئة المتصوفين، ولما قرب منه واتكلم معاه أخرج الرجل خنجر وضربه وقتله، واتضح إن القاتل من الحشاشين. الحشاشين كانوا بيتعمدوا إن جرايمهم تكون علنية قدام الناس لإرهاب الناس، وكتير من ضحاياهم كان بيتم استهدافهم في أماكن مزدحمة زي السوق أو أثناء خروج الناس من صلاة الجماعة. واللي كانوا بينفذوا العملية أو الاغتيال فئة من الحشاشين اسمهم الفداوية أو الفدائيين. دول ما كانش بيهمهم مصيرهم إيه بعد ما ينفذوا العملية، كان بيتم القبض عليهم وإعدامهم قدام الناس عادي، ولا كان بيهمهم حاجة. في خلاف على أصل كلمة الحشاشين. البعض قال إن الناس وصفوهم إنهم كانوا بيتعاطوا مخدر الحشيش لأن اللي بيعملوه لا يعقل، فده كلام ناس حشاشين. غيرهم فسروه إن أهالي المنطقة المحتضنة للحشاشين والقلاع المحيطة بهم بالفعل كانوا بيزرعوا مخدر الحشيش. ناس تانية قالت إن خلال حصار السلاجقة للحسن بن الصباح وأتباعه اضطروا إنهم يأكلوا حشائش الجبال من كتر الجوع، وعلشان كده طلع عليهم الاسم ده. ناس غيرهم قال إن فئة الفداوية اللي كانوا بينفذوا عملية الاغتيال اعتادوا قبل تنفيذ أي عملية تعاطي مخدر الحشيش علشان يزود شجاعتهم وجرأتهم. لكن الحكاية الأكثر إثارة نقلها لنا الرحالة الإيطالي ماركو بولو، اللي زار بعض قلاع الحشاشين خلال خدمته في بلاط قبولاي خان خاقان المغول، لما قال إن كبير الحشاشين كان عامل في القلعة بساتين وأنهار صناعية بيجري فيها الخمر واللبن والعسل، ومال البساتين نساء وغلمان، على سبيل إنه بيقلد وصف الجنة في القرآن الكريم، وإنه كان بيحط للرجال المخدر في الطعام، ولما يفقدوا وعيهم ينقلهم للجنة الصناعية ويخليهم يستمتعوا بيها، ويفهمهم إن الله منحه جنة على الأرض. ولما يحب إن حد منهم ينفذ عملية اغتيال يخدره ويطلعه من الجنة ويقول له لو عايز ترجع الجنة تاني اقتل فلان، ولو نجيت هرجعك الجنة، ولو اتقتلت أنا هاخد روحك وأوديك الجنة بنفسي.
الحشاشين اتعرفوا برضو بأسماء تانية زي النزارية، وقلنا قبل كده ليه، أو الباطنية، لأن الأئمة بتوعهم كانوا بيروجوا لفكرة لكل ظاهر باطن. واتعرفوا برضو باسم الملحدين، لأن أفكارهم بالنسبة لرجال الدين المسلمين كانت أبعد ما تكون عن الإسلام، وكانت بتمثل طعن صريح في الإسلام. أما الإمام أبو حامد الغزالي حاول يفضح الحشاشين، وألف كتاب اسمه فضايح البطنية، والكتاب يعبر عن مكافحة التطرف والإرهاب وتحليل أساليب الحشاشين وضرب فكرهم من جذوره. والحسن بن الصباح استغل الفوضى اللي كانت بتضرب في الدولة السلجوقية بعد اغتيال الوزير نظام الملك، وبدأ يتوسع في تأسيس معاقله وحركته من فارس للشام والعراق. وخلال العصر الفاطمي اغتالوا الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله. وكلنا عارفين إن مركز قيادة الحشاشين قلعة الموت في إيران، وهناك في إيران انتهوا الحشاشين على أيدين المغول بقيادة هولاكو، وأجبرهم على الاستسلام. ودخل قلعة الموت ودبر مذبحة للحشاشين وقضى عليهم نهائيا وحرق كتبهم، واحتفظ بالسيرة الذاتية للحسن بن الصباح، واللي كانت معروفة بسيرة سيدنا، واللي كان فيها تفاصيل حياته وحياة خلفائه.